بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكر ربنا جدا لوجوده وحضوره معانا وسندته لينا في الخدمه بصلوات امنا العذراء وابونا ماري مرقس الشهيد ابدير والاخت القديسه الشهيده ايريني شفعاء اجتماع خدمه اسره جنود المسيح بصلوات سيدنا البابا وصلوات سيدنا نيافه الحبر الجليل الانبا بيجول. احنا النهارده في المؤتمر الصيف بتاع اسره جنود المسيح لماراثون فيس جاد في 2025. عنوان المؤتمر بتاعنا جي بي اي. جي بي اي هم اختصار لكلمه جيم كلمه جاد، والبي بيبول، والاي انا. ومؤتمرنا بيدور حوالين الثلاثه دول. اول حاجه نظره ربنا ليا، نظره الناس ليا، نظرتي لنفسي. وبنبتدي من خلالها بنشوف الرؤيه الحقيقيه، انا قد ايه غالي في عينين ربنا، زي ما قال على لسان اشعياء النبي: صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. اول يوم في المؤتمر الورشه بتاعته بتتكلم عن نظريه النفس ما بين صغر النفس وما بين الكبرياء والذات، والمثل بتاعها هو ارميا النبي. الورشه الثانيه بنعمه ربنا عن نظره الناس ليا، واخدين فيها نظره الشاب الغني، الناس كانوا باصين له ازاي، قد ايه كان شكله باين انه حلو، حافظ الوصيه، شكله ملتزم جدا، لكن عند تنفيذ الوصيه مضى حزينا واختم ومشي لانه ما عرفش ينفذ الوصيه اللي قالها له المسيح. اخر ورشه معانا هتكون الورشه بتاعت رؤيه الله ليا، ورؤيه الله ليا هي الرؤيه الحقيقيه، ان ربنا شايفني زي ما كان الاب في مثل الابن الضال شايف ابنه، وحش، بعد، عمل كل حاجه، لكن في الاخر ابوه كان قاعد مستنيه، واول لما رجع كان بيستقبله بمنتهى الفرح وفرح بعوده ابنه اللي كان ميت فحي وكان ضال فوجده. مؤتمرنا كل اللي فيه بنعمه ربنا بيدور حوالين المغزى دوا، من كل الفقرات بتاعته، من حتى الفقرات الالعاب والترفيه بتاعته كلها مهدفه بتصب في نفس الفكره بتاعتنا. بنعمه ربنا كمان عاملين حاجه جميله جدا للولاد السنه دي، معاه بامفلت. البامفلت ده عباره عن سي في فيه كل بياناته وكل تفاصيله، ماشي معاه يوم بيوم، بياخد كل ورشه فيها وكل كلمه بياخد حاجه بيحطها في البامفلت ده، بتكون صوت ربنا ليه ما بين المشاعر السلبيه والمشاعر الايجابيه. بيبتدي يشوف يحط رؤيه لنفسه، انا شايف نفسي ازاي ونفسي اشوفها ازاي بعد المؤتمر لما يخلص. كمان عاملين فيه متابعه روحيه بعد المؤتمر بحيث يقدر يكمل دوا بنعمه ربنا، ما يبقاش المؤتمر هو مجرد الثلاث ايام وخلصوا، لكن يبقى فيه امتداد ليها بحيث ان اللي خده يقدر يكمل بيه بعد كده. بنشكر كل الخدام اللي معايا وبجد على تعبهم ومجهودهم. بشكر بيت مزرعة البطل اللي احنا موجودين فيه في مدينة العبور، جمعية عرابي، من الأماكن المتميزة واللي جيناها قبل كده، فيها كل حاجة يعني متاحة بتخدم المؤتمر بشكل حلو.